الجمعة إلى مدينة جدة غرب السعودية العراقي يونس محمود قائد منتخب العراق ونجمه الفذ للالتحاق بصفوف فريق الأهلي السعودي بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بدفاع النجم العراقي عن ألوان الفريق السعودي حتى الفترة الشتوية. ولم يعلن الطرفان عن التكلفة المادية للصفقة، وسيحل يونس محمود بديلا للكوريسوك الذي غادر الأهلي بسبب الإصابة. يونس محمود خلف من مواليد 3 فبراير عام 1983 في كركوك العراقية المدينة النفطية. أعزب لم يتوفق في حياته الزوجية مرتين، ويصف ذلك دائما بأنه غير محظوظ في علاقاته الزوجية. في سن 16 من عمره أجبره والده على مزاولة كرة القدم رغما عنه، لأن يونس كان مغرما بالسباحة وكرة السلة. ذهب به إلى نادي المدينة كركوك عام 2000، وجد فيه المدرب واثق أسود مهاجما قناصا، وكان ذلك أنهى الموسم هدافا للدرجة الأولى. من كركوك إلى الطلبة مر مشوار يونس محمود على نادي الشرطة. آنذاك رفضه المهاجم العراقي السابق المدرب آنذاك ليستدعيه واثق أسود في الطلبة، ومعهم نال لقب الدوري والكأس. احتراف يونس محمود الخارجي بدأ في الإمارات مع الوحدة، ثم انتقل بعدها إلى خور قطر، وبعدها فضل الذهاب إلى الغرافة والبقاء معهم 5 سنوات، ثم إلى العرب والوكرة قبل أن يختتم مسيرته في قطر الموسم الماضي مع السد، وبهم قرر إنهاء مشواره مع كرة القدم. إنجازات يونس محمود أو السفاح شرعت مع أولمبي العراق في أثينا 2004، ختمها رابع البطولة، وفي ذات العام حصل على نفس الترتيب آسيويا، وفي 2007 قاد برأسه منتخب بلاده إلى أن يكون كبير آسيا في مباراة لا ينساها السعوديون. هداف العراق الأخير نافس ياسر القحطاني على جائزة أفضل لاعب آسيوي 2007. قبل أيام اختار الاتحاد العراقي الوطني حاكم شاكر مدربا للمنتخب الأول. أول قرارات شاكر كان ثني محمود عن الاعتزال وإعادته إلى الملاعب، خطوة قادت أهلي جدة يخطب وده ويكون المحطة 8 في مسيرة احترافية وطأ فيها يونس الشوك وتقلد الورد. عبد الله الدرويش، العربية. ومن كركوك العراقية يلتحق بنا الآن قائد منتخب العراق يونس محمود لاعب أهلي جدة السعودي الجديد. كابتن يونس، أهلا بك معنا. يعني مبروك لك، مبروك للأهلي. أنا سعيد بأن تكون في الدوري السعودي، كنت أتمنى أن يكون ذلك قبل 5 سنوات، لكن إن شاء الله يعني تكون المرحلة الجاية جميلة وطيبة لك. متى ستكون في جدة يا يونس؟ طبعا اهلا وسهلا بك بتال وبجميع مشاهدي قناة العربية. طبعا اكيد يمكن انا التقيت وياك قبل 4 سنوات بالامارات، وكنت تتمنى يعني ان يجي للدوري السعودي، لكن ما كان هناك عروض جدية يعني انها تجي من السعودية. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يمكن اجى الوقت يعني وتعاقدت مع نادي الاهلي. طبعا انا فرحان جدا بهذا التعاقد، لان كثير من المرات اصدقائي والناس المقربين اللي متعطشين اني اذهب الى الدوري السعودي. اعتقد الدوري السعودي معروف بالمنطقه من الدوري القوي، في نجوم كثيره يساعد بالمنافسه ويكون نعم التحدي موجود. طبعا انا جدا فرحان بهذا العقد، اتمنى ان اكون عند حسن ظن الاداره ومدرب وجماهير النادي الاهلي. جميل. يونس، اللي يعرفون يونس يقولون انه ما يعرف يعيش الا في التحدي، ما يعرف يعيش في الاجواء الهادئه، يعني رجل تحدي من الدرجه الاولى. لكن بدنيا هل انت جاهز؟ يعني انت اخر مباراه لعبتها متى؟
طبعا اكيد. انت تعرف زين انا يعني قرار اعتزالي هي ما بقت هناك نوع من التحدي، يعني نعم. التحدي القوي. نعم انا من النوع الشخصيه اللي احب التحدي، يعني دائما احب يكون هناك تحدي، يعني التحدي ينطيك دافع يخليك انك تقدم الاحلى والاجمل. لكن نعم انت بالنسبه للجاهزيه البدنيه انا اتصل بي مدرب النادي الاهلي وايضا بعض الاشخاص من النادي. نعم. قلت لهم انه انا تقريبا جاهز 50 الى 60 55 الى 60%، لان تعرف يعني كرياضيين ما نقدر نقعد، يعني نعم. لازم تكون هناك رياضه مستمره نقوم بها. طلبت من النادي فترة أقل 10 أيام إن شاء الله وأكون جاهز للنادي، إني أكون جاهز 100%. أنا أتمنى من رب العالمين، تعرف في كرة القدم توفيق وعدم التوفيق، أتمنى يعني إني تكون هناك بداية قوية. وتعرف أنت يعني كثير من السعوديين خاصة الجماهير السعودية أكثريتها كانت تتمنى إنه يونس يكون بالدوري السعودي، وأنا واحد من الناس كنت أتمنى. يمكن إجت الفرصة إن شاء الله. أقول للجماهير السعودية عامة والجماهير الأهلي خاصة أنه راح تشوفون إن شاء الله إبداعات بالدوري السعودي، ويكون يونس محمود إضافة للدوري وليس فقط تكملة عدد. نعم. يونس راح تكون الجمعة في جدة صحيح؟ لا الان استضافت مع النادي، اتصلوا بي وقلت لهم انه يوم غدا هو يوم زواج اخوي الصغير، يعني نعم. زواجه بكره. نعم. فراح احضر زواجه يوم الجمعه، اطير للقطر، وان شاء الله من قطر راح يكون حسب ما اردت من مدير اعمالي انه راح التحق بالنادي الى كوريا الجنوبيه مباشره اعتقد. نعم. نعم. جميل. يونس خلاص يعني انت الحين برضو الغيت فكرة الاعتزال الدولي، ستعود مع المنتخب وتكمل مشوارك، ستواجه السعودية في يعني نوفمبر واكتوبر. بالتالي هذا الموضوع شوية يعني بنوع من التشابك. لسه ما اعطيت رأي يعني داخلي. لا لحد الان ما اعطيت راي، لان كنت اتمنى يعني انا حتى اكثر من قناه عراقيه. تعرف انت المدرب حكيم شاكر هو نعم. صديق الي قبل لا يكون مدرب. صحيح. الناس هناك تحبني وتقدرني. لكن تعرف يعني لاعب بحجم يونس محمود، نعم هي مهمه وطنيه الكل لا يستغني عنها، لكن انا قررت اعتزالي. كان المفروض هناك يكون تمهيد لهذا الموضوع، وليس انك تحرج يونس محمود، تضع اسم يونس بالقائمه وبعدين تخليه في مواجهه الجمهور. تعرف هاي القرارات يعني يحتاج لها نوع من الدراسه، يعني ان لاعب معتزل تقدر انك تتصل بي. نعم انا اتصل بي النائب الاول ملا عبد الخالق، لكن المشكله الكل يعرف انه انا علاقتي بملا عبد الخالق هي علاقه عائليه وليس كنائب رئيس الاتحاد ولاعب بالمنتخب العراقي. نعم اكثر الجماهير العراقيه تطالب بعودتي، لان اعتقد الوضع محرج بالمنتخب العراقي، اعتقد وسمعه المنتخب العراقي، لكن لحد الان ما قررت. انا في الدراسه وان شاء الله يعني انا عندي اتصال مع المدرب وحتى مع اعضاء الاتحاد، وان شاء الله ايام القليله القادمه راح اقرر هذا الشيء. تعرف جمهور الاهلي اهلي السعوديه يونس كنت تابعته؟ تعرف ان عندهم لاعب اسمه السفاح غيرك؟ انا متابع كل الجماهير السعوديه، طبعا الجمهور الاهلي وجمهور الهلال وجمهور النصر، يعني كل الجماهير اللي موجوده بالسعوديه اعرفهم. وشو يعني تعرف حكم لعبي بالخليج وتواجدي بالامارات، يعني في كل مكان هم يشوفوني. وتعرف هذا اللي يتمنى يقول لك اريدك للنصر، هذا يقول لك للهلال، وهذا للاهلي، وهذا يقول لك تعال لا يعني فاعتقد كلهم جماهير. الحلو بالدوري السعودي، الحلو به يعني الميزه المميزه اللي به هي انه الجماهير دائما تساند فريقها ومشجع الفريق، وهذا يشجع اللاعب انه يقدم كل ما عنده. ارجو لك التوفيق يونس. جماهير النادي الاهلي. نعم ارجو لك التوفيق شخصيا، اتمنى انه نراك في الملعب بجاهزيه تامه في اقرب فرصه ممكن تدافع عن الوان الاهلي السعودي. شكرا جزيلا. النجم العراقي يونس محمود كان معنا من كركوك معلقا على صفقه انتقاله اليوم الى اهلي جده.